ليش هيك أرض ديار قايمة قاعدة؟ شو هلا فقتي يا خانو؟ لا والله مرت عمي من زمان فقت. ليش هيك البلاطة مكسورة؟ امبارح وقع الهون من ايدي. ليش عم تجيبي الهون لهون بدقته؟ لا مرت عمي كنت بدي نزل لتحت قام وقع هون. ليش هيك الشباك معحوط؟ عم توقفي على الشباك وتتفرجي على الحارة طول النهار وليه؟ لا والله مرت عمي بس انا كل يوم بعمل له غسله وبفركه بالخرقه مشان الغبره. عم تغسليه بالمي؟ ايه مرت عمي. بكره بتشتش ومنعدمه. شو هاد يا ربي شو هاد؟ انت احسن شيء ترجعي تسكني عنا، مو لابق لك سكنه لحالك، وهنيك عندي بتلاقي مين يسليكي. لك شو هاد؟ مين باخش الحيط هيك؟ وليش مالك راضياني على كنتك بقى؟ خير ان شاء الله. لانه البيت رح يسلط، وعدي يا سعاد اندبي على مالك اللي عم يضيع. الشباك مححوط دهانه، والبلاط منقور، والحيط مبخوش. تهدي بالله الله يرضى عليكي، البيت ما راح يسلط مشان بلاطه منقوره ولا مشان شباك مححوط دهانه ولا مشان حيط مبخوش بمسمار. بس انا بدي طالعه من بيتي. يعني هلا ما عاد فيكي تصبري على ما نلاقي له بيت للولد؟ ولا حتمتي يعني نطلع على لطفيه؟ نرجع للعي يعني؟ بس لطفيه رح تخرب لي اياه للبيت وانا بدي طالعه منه. لا خلص بقى طوشتي لي راسي ببيتك شيء. الا ما طالعه منه وبتشوف. لا حول ولا قوة إلا بالله على القصة. على ساعة ما سكننا الولد ببيتك، لا إله إلا الله. ثلاثة الغداء. ما برجع. ومين قال أنا موافق ترجعي؟ يعني ما رح تسمع كلام امك وترجعني لعندهم؟ أبدا ما رح ترجعي وأنا ما برجع. وبركي حتمت شو رح تعمل؟ ساعتها بخلي أبي يتفاهم معه، وما رح يصير إلا اللي بدك إياه وحياتها العيون هدول. اوعك عصام، اوعك توافق. لك شو وافق؟ اسمعوا على هالسمعة، حدا بيكون قاعد بالجنة وبيروح على النار